السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الخير. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. وحشني عمايل التورت معاكم بصراحة، بقالي كتير قوي ما عملتش تورت. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة التورتتين القمر دول اللي انتوا شايفينهم. هنعملهم من كيكاية واحدة بس من صفيحة السمنة. هنشوف الطريقة بالتفصيل. طبعا لو انتي اول مرة تشوفيني، انا دعاء ابراهيم، وقناتي بتخص التورت والحلويات والمعجنات. وما تنسوش يا بنات اللايك والاشتراك، ويلا نسمي الله ونشوف هنعمل التورتتين بتوعنا الحلوين دول ازاي هنعملهم. من كيكايه واحده بس وبمقدار واحد بس. انا وزنت معاكم هنا في الميزان ده دقيق سبونج جولدن باك. وزنته 350 جرام دقيق سبونج، تمام كده. دول 350. هنعمل بيهم التورتتين القمر اللي انتوا شفتوهم معانا في اول فيديو. هنا هحط عليهم، طبعا بالنسبة للمقادير هسيبها لكم كلها ان شاء الله في صندوق الوصف. لو ضغطتوا على العنوان هيظهر لكم صندوق الوصف. هحط هنا 4 بيضات. يبقى 350 جرام دقيق سبونج، عليهم 4 بيضات وتلت كوباية مية. وهحط عليهم معلقة، ده محسن جل انا بستخدمه اللي هو المتحدة، حلو جدا بصراحة. استخدمت هنا معلقة صغيرة مليانة. ومعايا هنا فانيليا، انا بحب دايما الفانيليا السايله بصراحه، بتبقى حلوه قوي وطعمها بتدي طعم وريحه حلوه جدا. بس ما كانتش متوفره عندي بقى، فحطيت الفانيليا دي برضو كويسه حلوه شغاله يعني. حطيت فانيليا بودر، حطيت لكل بيضه كيس فانيليا، يعني حطيت 4 اكياس فانيليا. تمام كده. وطبعا معلقه صغيره خالص برضو خل. وهشغل عليهم العجان. انا هنا لسه ما شغلتش الفرن، عايزه اقول لكم ان الفرن بتاعي حامي شويه. فانا بشغله قبل ما ادخل الحاجه على طول. تمام. انت بتشغليها بقى لو الفرن بتاعك مش حامي، بتشغليها قبلها بحوالي 5 دقايق او 3 دقايق. ما شاء الله الخليط معايا، شايفين القوام بتاعه حلو قوي. دي صفيحه السمنه اللي هي مقاس 16. دي اللي هي تقريبا 3 كيلو تقريبا او 2 كيلو. دي ارتفاع 22 سنتي. والمقاس بتاعها 16 سنتي. تمام. بدأت اجيب ورق. بتجيبي ورق زبدة بقى، انا بستخدم هنا الورق اللي هو بتاع السندوتشات اللي هو بتاع الحواوشي. بدأت اقصها عليها كده، وبصوا بلزقها بالعجينة بتاعة الكيك نفسها، يعني بلزق الورق بنفس العجينة بتاعة الكيك. تمام. هبدأ افضي بقى فيها الخليط بتاع الكيك كله في قلب الصينية، وهبدأ اسويه كده. ومعايا الخله بتاعت شيش طاووق، هبدا احطها فيها كده علشان اضيع اي فراغات. بصوا الحركه دي حلوه قوي، بتضيع اي فراغات موجوده في الكيك. تمام. كده بخرج اي هواء موجود في الكيك. بعد كده طبعا انا ولعت بقى الفرن هنا، وهجيب صينيه هحطها عليها وهدخلها الفرن. هتقعد حوالي من 35 دقيقه ل 40 دقيقه. انا الفرن عندي حامي شويه، فما شاء الله اخدت لون زي ما انتم شايفين كده. بس طبعا مفيش حاجه هتاثر معانا، وهنعمل منها التورتتين وهتشوفوا الكيك من جوه ابيض وزي الفل. انا غطيتها هنا، وهبدا اقلبها معاكم وهقشرها معاكم وهتشوفوها من الالف للياء. انا ما شلتش اي حاجه في المونتاج على فكره عشان تشوفوها. انا عشان الفرن بتاعي حامي شويه. شايفين الكيك هنا اخد لون غامق، يكاد يكون اتحرق بس هو ما اتحرقش على فكره. اخد لون غامق. بس هبدا اقشرها معاكم وهتشوفوا الكيك من جواه لونه ابيض ازاي. بدات اشيل الطبقات كده، هبدا اقشرها كلها وهنشوفها عامله ازاي. ما تنسوش يا بنات الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، ما تنسوش لايك للفيديو. تشجيع طبعا ليا على المجهود بتاعي اللي انا بعمله. التصوير لوحده مجهود جدا، يعني انا عشان اعمل حاجه كده من غير تصوير ما بتاخدش معايا وقت. التصوير لوحده بياخد وقت جامد جدا. فيعني ما تنسوش اللايك للفيديو. تمام. بصوا هنا اهي ما شاء الله بعد ما قشرتها. عايزه اوريكم بقى هنا الارتفاع بتاعها قد ايه. انا هنا كنت مسرعه الفيديو، فهنا مش هسرعه عشان اوريكم الارتفاع. بصوا ما شاء الله ارتفاعها 18 سنتي. اهي ده الارتفاع بتاعها 18 سنتي. والارتفاع بتاعت علبة السمنة 22 سنتي، والعرض بتاعها الكيكاية 16 سنتي. تمام. طبعا لو ما كانتش اخدت اللون ده، ما كنتش قشرت كده، كانت ممكن كمان تدي ارتفاع اكتر من كده. معايا هنا بقى المنشار. هبدأ بقى اقصها. بصوا انا قسمتها نصين، هقسمها نصين كده عشان اعرف اقطعها بالمنشار. المنشار هنا ظبطته على رقم 8. رقم 8 بيبقى ارتفاع حلو قوي، بيدي سمك حلو قوي للكيك. ممكن كمان تعمليها على 9. لو انا عملتها على 9 كانت هتطلع لي طبقات اكتر، بس انا كنت حابة طبقة الكيك تكون سميكة شوية. تمام. بصوا شايفين شكل الكيك من جوه ابيض وزي الفل ومستوي وزي الفل، حلو جدا جدا. جولدن باك اصلا حلو جدا وطعمه تحفة. المهم هنا ما شاء الله بصوا طلعت معايا اهي.
انا ما شلتش اي حاجه هنا في المونتاج، كل حاجه جبتها لكم علشان تشوفوها. ما شاء الله طلعت معايا 8 طبقات. دي الطبقه الثامنه الاخيره، دول اخر رقين اللي هم رقيقين شويه على بعض، حطيتهم على بعض كده وبقوا طبقه. تمام، دول هنعمل منهم بقى الايه التورتتين اللي احنا شفناهم. كل تورتايه هعملها 4 طبقات. ممكن كمان كنت يعني لو ادتني اكتر من كده كنت عملت كذا تورتايه، كل تورتايه 3 طبقات، بس انا حبيت اعمل ارتفاع التورتايه تكون عاليه شويه. خلاص هنا كده خلاص. دول التورتتين هياخدوا معايا الكريمه. هضرب اول كوبايه كريم، كريم شانتيه. انا معايا هنا كوبايه لبن. انا دايما او عاده بستخدم الميه، ما بستخدمش اللبن. الميه بتكون احسن على فكره بكتير، بس انا بحط عليها دايما لبن بودر، بس انا ما كانش عندي لبن بودر فاستخدمت لبن حليب. فحطيت كوبايه لبن حليب ونص كوبايه ميه متلجه، وحطيت معلقتين كريم باستري وحوالي 4 معالق سكر، وقلبتهم كويس قوي. وحطيت عليهم كوبايه كريم شانتيه وشغلت عليهم العجان، وحسيت انها تقيله قوي، رجعت زودت لها كمان نص كوبايه ميه او حوالي تلت كوبايه ميه. وده قوام الكريم شانتيه، انا بوريهولكوا هنا ما شاء الله قوام حلو قوي. معايا دي نص كوبايه لبن، وممكن تستخدمي سيرب خفيف. انا بحب استخدم اللبن، وخصوصا لما تكون التورتيه هتتاكل على طول فاستخدمي لبن، لكن لو هتقعد كذا يوم السيرب احسن. معايا هنا شوكليت شيبس، بدات احشيها يا دوبك بحط بالمعلقه اللي هي فيها اللبن معلقه صغيره. حطيت بس معلقتين صغيرين كده لبن، لان الكيك اصلا طري وحلو جدا، مش محتاج كمان يتسقي. وبعد كده بحط طبقه الكريمه وشوكليت شيبس، او تحطي بقى الحشوه اللي انت عايزاها. خلص ال4 طبقات بنفس الطريقه بسقيها، وبحط الكريمه وهحط عليها الشوكليت شيبس او الحشوه، وهحط الطبقه الاخيره. خلاص كده. ما تنسوش اللايك للفيديو واشتراك للقناه. انا بفكركم بس عشان لو لحد دلوقتي ما نسيتوا اللايك بتاع الفيديو، فانا بفكركم يا بنات. خلاص كده خلصتها، وهبدا بقى الم الفرافيت بتاعه الكيك. انا هنا خلصت، وببدا اخد الكريمه كده اخر شويه. انا معايا بقيه الكريمه على فكره، كوبايه الكريمه لسه ما شاء الله باقي معايا منها يعني اقل من نصها، حاجات بسيطه. هبدأ بس ألم كده الفرافيت بتاعة الكيك واسويها، واي حتة باين فيها كيك ببدأ اداريها بالكريمة، وببدأ امسحها. بص هو المفروض بتخش التلاجة تسقع شوية وتكملي فيها شغل، انا لا، انا خدتها اشتغلت فيها على طول. لا يا ربي ما تبقاش نص الكريمة، تبقى اكتر من نص الكريمة. تمام، لاني ما شاء الله كوباية كريمة على التورتية دي كتير. فهبدأ بقى اجلسها كده زي ما انتم شايفين. ببدأ اسويها بس واجلسها. بتجلسيها بقى، هي بتاخد معاكي يعني، بتبقى عايزة صبر شوية. الحتت اللي انا بلاقيها فيها شوية فراغات او زي كده جزء من الكريمة باين، او من الكيك باين، او في فراغات كيك، ببدأ ازود عليها كريمة وابدأ اجلسها تاني. فالموضوع ده التجليس ده بيبقى عايز صبر علشان التورتيه تطلع معاكي مظبوطة. تمام. زي ما انتم شايفين كده، الاماكن اللي بحس ان مفيش فيها كريمة ببدأ احط عليها كريمة واسويها. بعد ما سويتها بقى وظبطتها من فوق كده وظبطت الكريمه بتاعتها كلها، هبدأ اجيب الالوان. دي احسن طريقة على فكرة. حطيت هنا حوالي نقطتين او 3 من لون الفوشيا، ونقطتين من اللون الاصفر. ده احسن ما تضربي كريمة باللون وتحطيها، ده بيبقى اوفر للكريمة واوفر ليكي وما بياخدش منك وقت كمان. تمام. هبدأ بقى بالسكلابر. بصوا الحركة اهي بتاعت التمويجة بتاعت التورتايه، بالحرف بتاعها كده، وببدأ اخدها والف ايدي ثابتة بس بتطلع لفوق، يعني ايدي ثابتة في مكانها وبتطلع لفوق، وبلف بس القاعدة الدوارة. طلعت معايا الشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو المتعارف دلوقتي، اللي هو الامواج ديت التمويجة حلوة جدا، وتدريجة الالوان جميلة زي ما انتوا شايفين. اللون الفوشيا واللون الابيض واللون الاصفر، فالتدريج بتاعت الالوان حلوة قوي. هبدأ بقى اوزع عليها شوية كريسبي بينك برضو، وشوية كريسبي صغير ابيض، وشوية اللي هو البينك صغير خالص. بعد ما اوزع عليها بقى معايا الفراشات دي اللي انا كنت عاملاها وعامله لكم بيها فيديو، هسيب لكم الفيديو بتاعها ان شاء الله في صندوق الوصف. الفراشات دي انا بطبع الكارت ب5 جنيه على ورق اسمه ورق كوشيه، حلو قوي، احسن ما تشتريها واوفر بكتير جدا. بعد ما وزعت الفراشات معايا توبر، بتحطي بقى التوبر اللي انت عايزاه. معايا التوبر ده، دي توبرات صغيره انا كنت شاريها مجموعه كده مع بعض، اللي هو الصغير ده حطيتها كده مديه ما شاء الله شكل حلو قوي. بس كده، والتورتيه الاولانيه بتاعتي خلاص خلصت كده، خلصتها واحطها في التلاجة، وهبدأ اعمل التورتيه التانية على طول. بصوا الاتنين عملتهم في وقت واحد ورا بعض. ما استنيتش بقى اسقع في التلاجة والكلام ده وارجع اطلعها واجلسها تاني، لا خلصتهم بسرعه، ما خدوش معايا اي وقت خالص. عملتها نفس الطريقه بالظبط
بحط طبقة الكيك وطبقة الكريمة وبسقيها، وبحط شوكولات شيبس، وبدأت ألم الفرافيت بتاعة الكيك. عايزة اقول لكم بقى ان القاعدة اللي انا حاطة عليها دي ما كانتش حلوة خالص، ما كانتش زي التانية. دي كانت قاعدة قديمة شوية عندي، فحطيت عليها التورتاية الاولانية كانت جديدة، لكن دي كانت قاعدة تانية عندي. فبصوا لما كنت بلف الطبق القاعدة الدوارة، البورد نفسه بتاع الكيك اللي انا حاطة عليه الكيك ما كانش بيلف، فده غلبني. لا التورتيه دي سبحان الله بتبقى قرف. التورتيه دي غلبتني شويه غير التانية. بصوا لما كنت باجي الف كده اهي، بصوا بتروح جايه البورد نفسه ما بيلفش، لكن القاعده الدواره بتلف عادي، فغلبتني خالص. فرحت عامله ايه، رجعت بعد كده جبت قاعده كبيره شويه، ورحت جايه حاطه دي فوق دي. هتشوفوا دلوقتي انا عملت ايه، بس انا برضو حبيت اوريكم الحاجات اللي زي كده. هتلاقوني شلتها اهي وحطيت عليها القاعده دي. بعد كده هشيلها خالص من على القاعده دي واحطها على قاعده صغيره. بصوا شلتها خالص لاني برضو غلبتني، شلتها وحطيتها على قاعده صغيره على قدها، وعملت اللون اللبني ده. وبدأت احط عليها اللون اللبني وبدأت اجلسها كده. كل ده بقى علشان ما اضيعش وقتكم فيه، فكل ده عملت ورا الكاميرا ما صورتوش. وبعد كده جبت لون لبني غامق شوية، يعني جزء صغنن كده من الكريمة غمقتها، وبعد كده بدأت اعمل لها تمويجة علشان ادي التدريجة بتاعت الالوان، كل لون غامق شوية تحت ولون افتح ولون افتح. انتوا فاهمين؟ يعني بدل برضو ما تضربي كريمة وتعملي كريمة تحت غامقة وبعدين كريمة بيضة وكريمة فاتحة شوية، يعني تعملي تدريجة الالوان، لا، جزء صغير من الكريمة كده بتحطيه وتلفي السكرابر بتديكي التدريجة بتاعت الالوان. ده كله بتوفري في الكريمة على فكرة، يعني الحاجات دي كلها بتوفري فيها في الكريمة. عملتها نفس التانية بالظبط، بس دي لون لبني، يعني دي تنفع لبنوتة ودي تنفع لولد حتى لو عليها فراشات، بس حلوة قوي. وحطيت عليها برضو شوية كريسبيات كده وسبرينكل صغير خالص وكريسبي، وجبت الفراشات دي اللي احنا قصينها سوا وعاملين بيها الفيديو، وبدأت اوزعها عليها. عملتها نفس الطريقة بالظبط. ما شاء الله طلعوا معايا تورتتين حلوين جدا، والارتفاع بتاعهم ما شاء الله حلو. ودول شكلهم بعد ما حطيتهم في التلاجة بقى خلاص، انا بصورهم لكم هم في التلاجة اهم، حلوين قوي ما شاء الله. ما خدوش مني اي وقت في التزيين على فكرة. هي التورتايه دي بس اللي غلبتني شوية، بس خلصتها على طول. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ودول من صفيحة السمنة او من علبة السمنة، ما شاء الله طلعت تورتتين حلوين وارتفاعهم حلو قوي، وكان كمان ممكن اعملهم 3 تورت لو كنت قطعت الارتفاع بتاع الكيك اقل من رقم 8. لو كنت عملت رقم 9 كان طلعوا لي اكتر من تورتتين، كانوا طلعوا 3. اتمنى يكون الفيديو عجبكم والطريقة بتاعتي عجبتكم، ما يكونش الفيديو طولت عليكم. بحبكم جدا، اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم.